الشغلة هذه مو دايت، هو لايف ستايل. شنو اللايف ستايل شيوخة؟ يعني إذا جسمي محتاج الشغلة هذه أكله أو أشربه أو أدخله بجسمي. إذا جسمي بس مشتهي مو محتاج ما أدخله. يعني تاكلين شوكولات أكل بس بوقت معين، تاكلين كل شيء أكل، كل شيء أشرب بس بطريقة معينة. يعني مثلا يوم الهايكنج لما كنت قاعدة أتسلق الجبل و3 ساعات قاعدة أتسلق وهذا، بالليل جسمي محتاج سكر، دخلت فيه سكر. حلو، فهذا اللايف ستايل مالي أنا. ما أدخل فيه شيء هو مو محتاجه أو زيادة على الفاضي ولا مجرد حق شهوتي. يقاتني. وغير كذي الأشياء اللي تقدرون تشربونها أو تاكلونها وتخسسكم أو تضاعفكم أو تسد الشهية. في وايد أشياء وكل مرة أحط لكم إياها وبس. هذه يعني لا مصر باردة، بس إذا قصدك إنه ليش لابسة شورت، أول شيء هذا اللبس يريحني بالفيكيشن مالتي، بالتسلق، بالمكان اللي أنا كنت فيه كونه كذهب أو هذيلا يريحني. بلس جسمي حار، أنا جسمي 24 ساعة حار. حلو، فعادة تلقين الجو بارد وأنا جسمي حار. أبرد بوقت واحد، متى؟ لما أكون دايخة أو بنام خلاص هني ألبس، هني بس تلقيني متقرفضة شنك طيوة. زين، كيف تحت الماي؟ لا، المكان اللي كنت فيه أنا أمس اسمه بلو هول. شنو سالفة بلو هول؟ بلو هول هو بمصر بدهب بالبحر الأبيض. حلو، الأبيض الأحمر، أنا آسفة، البحر الأحمر. هذا البلو هول هو نتيجة نيزك كان من آلاف السنين. حلو، نتيجة نيزك انطق بالمكان هذا بالبحر. فشنو؟ تخيلوا بحر عادي طبيعي فجأة عمق 130 متر وعرض، العرض يسمونه عرض المكان ماله يسمونه السرج، عرضه 6 أمتار. حلو، هذا المكان كان أكثر الغواصين احتراف، تحدي مالهم من يغوصون فيه مو بالكهف، النفق. فاللي يموت بالنفق هذا يعلقون شهادته أو اسمه وكذي يخلدونه على الأماكن اللي صورت لكم إياها أمس. عرفتوا شنو الواو بالموضوع؟ سامي ايش سوى بيا؟ تتمزجت انا معمول لي كمين. الله البسمة البسمة والعود والرسم. قلعنا. باي باي. شوف الغيوم بدأت تروح كاهي القلب. ready we're landing حبيبي. أنا وايد أحسن الحمد لله، دائما وأبدا الحمد لله، دائما وأبدا. هي عادي، أتوقع أن تغير الجو اللي صار فيني وكنت تعبانة ومو نايمة. ولما رديت من دهب، لأن دهب كانت بالنسبة حق القاهرة كانت وايد دافية. حلو، فتغير الجو اللي فجأة صار تعبني. مو بس أنا، حتى أنا واللي معي، يعني حتى مختار مسكين تعب. شنو بعد بس it's good. يعني الشعور كان I'm always happy, I'm always thankful because God is giving me a lot of gifts every single day. So أمس من العوار اللي حاشني وانا رايحة المطار، قاعدة أصارخ بأنين. عرفت اللي بطني يعني أنا كنت مصدومة من نفسي إن أنا يعني بسم الله علي قوية بسوالف وايد. أنا أوكي حساسة هذا صح، بس من ناحية القوة أنا وايد قوية ما شاء الله من بعد الله. فاللي صار فيني أمس مو طبيعي. من كثر ما أنا انهد حيلي أمس، يعني طحت وحبوب حرارة طالعت لي بطريقة عرفته اللي هذه اللي كذي. فأبدا إذا بتقولون إنه من أكل ذهب ولا whatever، أكل ذهب
قلة من كثر ما هو لذيذ وصحي. كنت قاعدة أكل دياي على الفحم وعيش وسلطة، ما كان فيني نقطة دهن أصلا، كان وايد لذيذ جدا 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 فوق ما تتصورون. حلو. أنا لما انحدرت من دهب لحد القاهرة ما كنت ماكلة شيء، فكنت مهبطة وأنا بسرعة هبط. حلو. وفي ستبس معينة حق جسمي، لأن جسمي أوفر حساس، لازم تمهيد حق بطني. أوكي إذا أنا مو ماكلة جوعانة لازم سلطة أول، بعدين أدش بالوجبات الرئيسية. شنو سويت أنا؟ الغلط مني، بس يعني جسمي الحساس مو أنا. الناس الثانيين إذا أكلوا الأكل اللي أنا أكلته طبيعي ما راح يصير فيهم شيء، أنا دشيت بالدهن والبطاط على طول. يعني ما المفروض ما يصير، بس الحمد لله ما يصير بالمفروض ما يصير. السفرة كانت نار، كل شيء نار، ودهب كانت تخرفن اللي ما يتخرفن. كنت ميتة عليها، بس لولا ان انا عندي شغل هني بالكويت والشغل ما يتأجل كان انا لحد الحين بمصر. طلعت من دهب. حلو. رحت يعني طلعت من دهب ما في، مش بسم الله علي اتنطط بمكاني، ما فيني شيء. حلو. رحت القاهرة وانا مو ماكله ولا شيء، والقاهرة كانت باردة حيل. شنو اللي سويته؟ اكلت اكل دسم جسمي انا ما يتحمل. انا كل مره حاطه قاعد حق جسمي عشان ادري كل واحد يعرف شنو اللي يتحمله وشنو اللي ما يتحمله. في ناس غير يتحملون، انا ما اتحمل للاسف. ترى ستيل الحين تعبانه، بس الله يسلمكم ويحفظكم ويخليكم. ركزي بشعري. اوكي انا الحين بوريكم شيء وايد حلو، عقبها عاد ارفع شعري واسوي لكم اللي تبونه. ركزي بشعري عاد، لا اله الا الله، هذا شعري الطبيعي، شعري الطبيعي. قاعد تشوف شعر البراند اللي الحين بوريكم اياه. شنو؟ no one has to know. شنو يعني ما حد لازم يدري. يعني شنو؟ حق البنات، شعر برازيلي طبيعي اصلي 100%. حلو. و virgin. شنو يعني virgin؟ يعني ما سبق للصبغ الشعر اللي بوريكم الحين، ولا سبق له العلاج الطبيعي. لا اله الا الله، ما شاء الله شعري الطبيعي. اوكي. الشعر اللي الحين بوريكم اياه لم يسبق له الصبغ ولا العلاج الطبيعي، ومفحوص من وزارة الصحة، وشنو مو مخلوط ولا زايدين الياف في نفس الصالونات الباجي. وركزوا بلون شعري لاني راح اوريكم اللون. انا لما شفتها عذبني، لان انا صايرة مغرمة باي شيء يخص الشعر. هذا شعري طبيعي تبارك الرحمن. انا مغرمة بشعري، مغرمة، بس الحين بخليكم تغرمون بشعرهم. نار بنات، نار، ونفس درجة لون شعري بالضبط. هذا نبذة من اللي عندها اياه، كله شعر طبيعي، مو مصبوغ ولا مسوي له علاج طبيعي، ولا ضايفين عليه الياف، ولا حتى مخلوط بولا شيء، ومفحوص من وزارة الصحة. يهبل. حلقات، تبون خياط، تبون كلبسات، كل شيء متوفر عندها. بس صج نار. انا مو حاطت لكم لا فلاش ولا شيء، مو محتاج. الشعر، ها شوفوا جمال الشعر، جماله. فعلا شعرهم no one has to know، لأن صدق ما حد رح يدري إن أنت حاطة extension. no one has to know. شعرهم خيال. شوفوا، ما أقول لكم عن شنو الملمس، شنو زبدة. الملمس عبارة عن زبدة. الشعر شوفوا يهبل. في كليبسات، في حلقات، في خياط، على حسب الزبونة شنو تبي عندهم. وهذا نفس ما قلت لكم
يخرع 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 من كثر ما هو يهبل ونار. والأخير طبيعي طبيعي يعور القلب من جماله تبارك الرحمن. هذا عاد لون شعري، شعر شيوخة. ها شوفوا، هذا شعري، حطوا عليه، ما في فرق، ما في فرق 1%. ماكو. يعذب 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 يعذب، شغلهم يعذب يعذب. دمار الاكستنشن اللي هم عندهم يا الكواليتي فوق الدمار. بوريكم شيء، جهاز الكيرلي اللي مو موجود اصلا بالكويت الا عندها البراند. اصغر جهاز كيرلي 9.5 ملي اللي يعطيك شعر بالضبط نفس شاكيرا ونفس مريم فارس. 9.5 ملي أصغر جهاز كيرلي، فظيع. وفي طبعا تحكم بالحرارة وآمن وسيفتي، ومو موجود إلا عندها. أصغر جهاز. تشي الموقع كشخي كشخي كشخي، لأنهم صج نار. واستخدمي كود خصمي بيبي 15 على أي شيء بالموقع. كشخي كشخي كشخي، الكواليتي يهبل يهبل بنات، يهبل يهبل يهبل. ما قدرت أتخطى جماله وايد. مع مين حتطلعي رحلة دهب المرة الجاية؟ ودي عايز لها سؤال يا إسلام. أكيد معاك وبرعايتك يا إسلام. عيب اللي قاعد تقوله، عيب أكيد بدون سؤال. ما بلاش تجيب عنا تاني. صباح المهلبية والبسبوسة والبقلاوة عليكم. نرجع خلاص. عندي شغل فقضيت إجازتي بدهب، استانست. صورت اللي قدرت أصوره لكم، والباقي صراحة أخذت يعني راحة واستكنان واستمتاع وهدوء حق نفسي. أخذت شاور سريع. اللي سويته إن أنا حطيت سيروم الكولاجين عالي التركيز على وجهي كله عشان يشد بنفس اللحظة. حلو. وحبوب الكولاجين أنا ساكت عشان ما يخترب لأن ضاع هذا. حبوب الكولاجين حق العظام والمفاصل والركب والشعر والبشرة والأظافر، الوحيد اللي بالكويت اللي فيه نوع كولاجين 1 و3 قوي. وبعد أقوى فيتامين حق الشعر البايوتين، كله. بسرعة نحط زبدة ونشط شعرنا.